تخيل معايا يا صديقي انك تصحى الصبح تلاقي نفسك مطرود من بيتك. مش بس مطرود، لا ده انت لا معاك فلوس ولا عندك شغل ولا حتى لاقي كوبايه ميه نظيفه تشربها. كل اللي حواليك عباره عن عصابات وبلطجه وناس بتقولك انت مستقبلك ضاع يا بطل. هتعمل ايه؟ الطبيعي انك هتقعد على الرصيف تندب حظك وتستنى اي حد يعطف عليك. لا ده غلط. في ناس تانية في نفس الموقف ده بالظبط قرروا انهم مش هيبنوا بيت جديد، دول هيبنوا ناطحات سحاب ويخلوا اللي طردوهم يجوا يشتغلوا عندهم. سحر ده ولا شعوذة؟ لا يا صديقي، ده اقتصاد. سنة 1960 لو سألت أي اقتصاد كبير في العالم من الدول اللي هتبقى غنية بعد 40 سنة، مستحيل يقول لك كوريا الجنوبية أو سنغافورة أو تايوان أو هونج كونج. لكن بعد 30 40 سنة بس الأربع دول دول بقوا من أغنى اقتصاديات العالم. دخل الفرد في سنغافورة دلوقتي أعلى من أمريكا نفسها. النهارده احنا جايين نفكك لغز بقاله سنين. هو ليه في دول مكتوب عليها تفضل في القاع ودول تانية بتكسر شفرة الفقر وبتطير في جيل واحد؟ هل التقدم ده جينات، يعني الخواجة مولود في الدي ان بتاعه انه غني واحنا لأ؟ ولا هل هي الجغرافيا والموارد الطبيعية؟ ولا سياسات القمع السياسي كان ليها دور خفي؟ ولا في شفرة تانية خالص؟ وده اللي هنحاول نجاوب عليه مع بعض في حلقة النهاردة. وانا احمد شحاتة، وده نفس الأثر. لو فاكر يا صديقي إن الموارد هي السبب، أحب أصدمك. في 9 أغسطس سنة 1965 فراجل طلع على شاشة التلفزيون، راجل ببدلة محترمة بس كان بيعيط بحرقة قدام الكاميرات. الراجل ده اسمه لي كوان يو، والسبب إنه كان بيعلن انفصال بلده الصغير جدا عن دولة ماليزيا. انفصال؟ لا، هو في الحقيقة كان طرد. ماليزيا رمتهم بره الاتحاد بتاعها وقالت لهم روحوا العبوا بعيد، انتوا عبء تقيل علينا. البلد دي يا صديقي هي سنغافورة. وقتها سنغافورة دي كانت عبارة عن مستنقع، حرفيا مستنقع مليان فساد وجهل وبلطجة وفقر. لا كان عندهم بترول ولا غاز طبيعي ولا أراضي زراعية ولا حتى رمل يبنوا بيه. والمصيبة الأكبر من كده مفيش مية شرب، كانوا بيستوردوا المية من ماليزيا اللي لسه ترضاهم. تخيل معايا المشهد الاقتصادي: نسبة بطالة مرعبة، فقر في كل مكان، عصابات في كل شارع، فساد للرقب، وثلاث أعراق مختلفة: صينيين هنود مالاي بياكلوا في بعض كل يوم في الشوارع. اقتصاد الدولة دي صفر، لدرجة إن مجلة التايم الأمريكية وقتها كتبت مقال وقالت سنغافورة دولة ولدت لتموت. لكن لي كوان يو كان عنده رأي تاني. الراجل ده مسك الورقة والقلم وبص لل2 مليون بني آدم اللي على الله حكايتهم دول، وقرر يبدأ شفرة النهضة. ازاي تخلق فلوس من الهوا، ازاي تجيب استثمارات وانت بلد سمعتها انها بؤرة عصابات وفساد. لكن سيبنا دلوقتي من سنغافورة وليكوانيو وخليهم يعيطوا شوية، وتعالى نركب آلة الزمن ونرجع لورا شوية حوالي 1200 سنة، وتحديدا سنة 755 ميلادية. شاب في العشرينات من عمره بيهرب في الصحراء، بيعوم في النهر والسهام بتنضرب حواليه. أهله كلهم اتقتلوا والدولة اللي كان بينتمي ليها، الدولة الأموية، سقطت واتمسحت من على الخريطة. الشاب ده اسمه عبد الرحمن بن معاوية، اللي هنعرفه بعدين باسم عبد الرحمن الداخل أو صقر قريش. عبد الرحمن وصل لجزيرة أيبيريا اللي هي أسبانيا والبرتغال دلوقتي، أو الأندلس. تفتكر لقى إيه هناك؟ لقى جنة؟ أو لقى حضارة مستنياه؟ لا خالص، لقى نفس المستنقع اللي لقاه لي كوان يو بس بنكهة العصور الوسطى. الأندلس وقتها كانت عبارة عن فوضى، قبائل بتذبح في بعض، عرب وبربر بياكلوا في بعض، ولا فاسدين بيسرقوا فلوس الناس. مفيش أمن، مفيش اقتصاد، مفيش أي حاجة تبشر إن دي ممكن تكون دولة أصلا. دلوقتي يا صديقي بدأ يحصل ربط في دماغك. سنغافورة في 1965 والأندلس في 755، نفس نقطة الصفر، نفس الفوضى، نفس انعدام الموارد والأمن. لكن في خلال سنين قليلة سنغافورة بقت واحدة من النمور الآسيوية المرعبة. ناتجها المحلي الإجمالي بقى أرقام فلكية، وبقت أغنى من الدولة اللي طردتها. والأندلس على إيد عبد الرحمن الداخل والأجيال اللي بعده تحولت لأعظم قوة اقتصادية وعلمية في أوروبا كلها. قرطبة اللي كانت بتنور بالليل في وقت ما كانت لندن وباريس غرقانين في الطين والضلمة. يا ترى إيه السر؟ هي الخطوة الأولى اللي عملها لي كوان يو وعملها عبد الرحمن الداخل وخلت الاقتصاد ينفجر بالشكل ده. لكن استنى يا صديقي، السؤال اللي المفروض يقلقك دلوقتي مش إزاي ده حصل. السؤال الحقيقي هو ليه ما حصلش الكلام ده مع دول تانية؟ لأن الموضوع مش إن دولة فقيرة بقت دولة غنية، الموضوع إن عشرات الدول التانية كان عندها نفس الظروف بالظبط أو أحسن شوية، وفشلت فشل ذريع. مثلا غانا استقلت في نفس فترة كوريا الجنوبية تقريبا سنة 57 بالظبط، وكان دخل الفرد فيها أعلى من كوريا وقتها، وكانت غنية بموارد طبيعية زي الكاكاو والذهب، مش موجود أصلا في كوريا. الفلبين كانت من أغنى دول آسيا في الخمسينيات، وكانت بتتصدر كنموذج للنجاح، وكانت جامعاتها من أرقى الجامعات في المنطقة كلها. الأرجنتين كانت من أغنى 10 دول في العالم في بداية القرن العشرين، أغنى من فرنسا وألمانيا. لكن بعد 40-50 سنة كوريا الجنوبية وسنغافورة بقى دخل الفرد فيها من أعلى دول العالم. يبقى احنا هنا قدام لغز اقتصادي حقيقي، مش قصة نجاح عادية. اللغز هنا إجابته في كلمة واحدة، ركز معايا في الكلمة دي كويس:
الثقة. علماء الاقتصاد بيقولوا إن رأس مال أي دولة مش الفلوس، رأس المال الحقيقي هو الثقة. المستثمر الأجنبي أو حتى الفلاح البسيط مش هيحط قرش في أرض أو مصنع وهو عارف إن في موظف فاسد هيقلبه، أو إن مفيش قانون هيحميه. في سنغافورة لي كوان يو أدرك إن عشان يخلي الشركات العالمية زي تكساس وموبيل واتش بي أو غيرها تيجي تفتح مصانع وتوفر فرص عمل للمواطنين الغلابة، لازم يوفر لهم بيئة نظيفة. نظيفة مش يعني ما فيهاش زبالة، نظيفة يعني ما فيهاش فساد. الحكومة أسست جهاز مرعب اسمه مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد. الجهاز ده كان واخد صلاحيات يفتش في ذمة أي حد حرفيا، وبدأ التحقيقات ضد وزراء ومسؤولين كبار من غير استثناءات، حتى لو كانوا من نفس الحزب الحاكم. وده خلق بيئة نادرة جدا في العالم النامي وقتها. مستثمر أجنبي عارف إنه لو استثمر فلوسه هناك مفيش حد هيطلب منه رشوة، ومفيش حد هيصادر ممتلكاته بقرار سياسي مفاجئ. لدرجة إن لي كوان يو نفسه حققه معاه ومع عيلته في فترة من فترات عشان يثبت للناس إن مفيش حد فوق القانون. الرسالة الاقتصادية كانت واضحة: في سنغافورة حقك محفوظ، القانون سيف على رقبة التخين. النتيجة تدفق مرعب لرؤوس الأموال الأجنبية. المستثمر لقى مكان آمن لفلوسه، نفس اللي عمله عبد الرحمن الداخل اللي بمجرد ما ثبت أقدامه بدأ يضرب بإيد من حديد على أي تمرد أو على أي والي فاسد بيستغل نفوذه. أسس نظام إداري وقضائي صارم، خلى الفلاح الأندلسي اللي كان خايف يزرع عشان ما يتسرقش يزرع وهو مطمن إن الدولة هتحميه. النتيجة الاقتصادية في الأندلس: انتعاش الزراعة، الأسواق اشتغلت، الناس بدأت تبيع وتشتري، والضرائب دخلت خزينة الدولة بشكل عادل عشان يتعمل بيها بنية تحتية ومشاريع بدل ما تروح في جيوب الولاة الفاسدين. يعني الخطوة الأولى عشان تبني اقتصاد مش إنك تكتشف فيه البترول، الخطوة الأولى إنك تكنس الفساد وتفرض القانون عشان تبني الثقة. بس يا ترى ده كفاية؟ هل مجرد إن مفيش فساد ده يخليك نمر آسيوي أو يكون لك إمبراطورية؟ أكيد لأ، لأن بعد ما بتنظف الأرض لازم تبدأ تزرع، وهنا بتيجي الخطوة التانية والأهم اللي اعتمدت عليها سنغافورة واللي دخلت معاها في الخط هونج كونج. وفي الأندلس دي كانت قصة تانية خالص في عهد بناء العقول. عشان تكبر وتبقى نمر اقتصادي بيكسر الدنيا لازم تبدأ تزرع، وهنا بتظهر المعضلة: أزرع إيه وأنا ما عنديش موارد؟ بص يا سيدي، في الخمسينيات والستينيات كان في حتة صخرة صغيرة على ساحل الصين اسمها هونج كونج. الصخرة دي جالها طوفان بشري، ملايين اللاجئين الصينيين هربانين من الحرب الأهلية والثورة الشيوعية هناك، وداخلين على هونج كونج بهدومهم اللي عليهم. تخيل معاه الموقف الاقتصادي: مساحة أرض صغيرة جدا، مفيش زراعة، مفيش صناعة، وفجأة عدد السكان بيتضاعف بملايين من الناس الجعانة اللي محتاجة أكل وشرب وسكن. أي خبير اقتصادي كلاسيكي هيقول لك دي كارثة ديموغرافية، البلد دي هتفلس والمجاعة هتاكلهم. لكن إدارة هونج كونج وقتها بصت للملايين دي نظرة تانية خالص. ما بصلهمش على إنهم ناس محتاجة تاكل وتشرب، بصلهم على إنهم عقول وقوة محتاجة إنها تشتغل. وهنا ظهر مصطلح اقتصادي هو سر اللعبة كلها: رأس المال البشري. الحكومة هناك قالت لك إحنا هنسيب السوق الحر، الناس تبيع وتشتري وتصنع براحتها بدون ما الدولة تعمل تدخل خنيق عليهم. بس دورنا كحكومة هنعمل حاجتين ملهمش تالت: هنبني بنية تحتية، مواني وطرق عشان نصدر، وهنرمي كل فلوسنا في التعليم. ركز معايا في الكلمة دي: التعليم. هونج كونج ومعاها كوريا الجنوبية وتايوان أدركوا إنهم مستحيل ينافسوا الغرب في الموارد الطبيعية. التذكرة الوحيدة ليهم عشان يركبوا قطر التقدم هي إن العامل بتاعهم يكون أذكى وأمهر من العامل الغربي. بدأوا يعملوا نظام تعليمي صعب وقاسي جدا. في كوريا الجنوبية مثلا كانوا بيعلموا الأطفال إن بقائهم على قيد الحياة كدولة مرتبط بتفوقهم في المدرسة. والحكومة ضخت استثمار ضخم جدا في التعليم الأساسي بالذات، مش الجامعي بس. والهدف بتاعهم كان محو الأمية الكاملة. تايوان مسكت الفلاحين البسطاء وعلمتهم إزاي يطوروا زراعتهم، وبعدين حولتهم لعمال في مصانع التكنولوجيا. والفرق هنا مهم يا صديقي: الدول التانية كانت بتركز في الغالب على تعليم النخبة، يعني عدد قليل بيجي من الجامعات ويشتغل في الحكومة، لكن الغالبية العظمى من الشعب فضلت شبه أمية. النمور الآسيوية عكست المعادلة وركزت على رفع مستوى القاعدة العريضة كلها. وده ليه مهم اقتصاديا؟ لأن المصانع مش محتاجة 100 عالم فيزياء، المصانع محتاجة ملايين العمال اللي يقدروا يقروا التعليمات ويفهموا الآلة الجديدة ويتدربوا عليها بسرعة، والأهم إنهم ينضبطوا في نظام إنتاج معقد. النتيجة: القاعدة العريضة دي هي اللي خلت النمور الآسيوية تقدر تستوعب تكنولوجيا صناعية متقدمة بسرعة كبيرة قوي، وقدرت إنها تنتقل من تصنيع منتجات بسيطة زي المنسوجات إنها تصنع سفن وعربيات وشرائح إلكترونية في خلال عقدين بس. شفت المعجزة؟ من صخرة مليانة لاجئين لواحدة من أقوى اقتصادات الأرض بسلاح العقل. نرجع تاني لعبد الرحمن الداخل اللي نظف الأرض من الفساد والفوضى. أحفاده بقى، وتحديدا واحد اسمه الحكم بن عبد الرحمن الناصر، ولما مسك الخلافة في الأندلس أخذ لقب المستنصر بالله. والمؤرخين بيسموه الحكم الثاني عشان كان في خليفة قبله في الأندلس اسمه الحكم الأول. عملوا نفس حركة النمور الآسيوية دي بالظبط، لكن قبلهم ب1000 سنة. الأندلس وقتها كانت غنية،
زراعة وتجارة ماشية زي الفل، لكن المستنصر بالله قرر إنه ينقل الأندلس من مجرد دولة غنية لقوة عظمى اقتصاديا وعلميا. عمل إيه الراجل ده؟ الراجل ده كان مهووس بالتعليم جدا، بنى في قرطبة لوحدها 27 مدرسة عشان يعلم أبناء الفقراء والأيتام مجانا. ركز معاه في كلمة مجانا دي، الاستثمار في الطبقات الفقيرة هو اللي بيعمل الطفرة الاستهلاكية والإنتاجية. ومش بس كده، ده بنى مكتبة قرطبة العظيمة اللي كان فيها حوالي 400 ألف كتاب في وقت ما كانت ملوك أوروبا ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا أصلا وكانوا بيبصموا. ولو طلعنا بره الأندلس شوية ورحنا بغداد في العصر العباسي، هتلاقي الخليفة المأمون بيعمل نفس الفكرة الاقتصادية العبقرية، بيت الحكمة اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت، اللي كان بيدي المترجمين وزن الكتاب اللي بيترجموه للعربية ذهب. انت متخيل حجم الاستثمار؟ الدولة بتشتري المعرفة بالذهب. طب ليه؟ لأن المعرفة دي هي اللي خلت المهندسين المسلمين يطوروا آلات الري الميكانيكية، وخلت الزراعة تضاعف إنتاجها، وخلت الكيميائيين يبتكروا أدوية ويطوروا صناعات جديدة زي الورق والزجاج. ببساطة، المعرفة بتساوي اختراعات، تساوي إنتاج أكتر، تساوي اقتصاد أقوى، تساوي فلوس أكتر في خزانة الدولة. نرجع تاني للنمور الآسيوية. تفتكر تايوان اللي بتتحكم دلوقتي في أكتر من 60% من صناعة أشباه الموصلات وصلت لده إزاي؟ هل بالصدفة؟ لا، وصلت لده لأنها في السبعينيات خدت قرار إنها تبعت أذكى عقولها يدرسوا في أمريكا وتغريهم يرجعوا يبنوا بلدهم. استثمروا في البني آدم قبل ما يستثمروا في المكن. كوريا الجنوبية اللي كانت متدمرة حرفيا بعد الحرب الكورية في الخمسينيات ومقسومة نصين، راهنت على التعليم الشرس وعلى دعم شركات وطنية كبيرة اسمها تشيبول زي سامسونج وهيونداي وال جي. كنا عملنا حلقة كاملة عن إمبراطورية سامسونج وتشيبول، ممكن تشوفها بعد الحلقة من الآي اللي فوق. الحكومة كانت بتدي للشركات دي القروض بشروط ميسرة جدا، لكن في شرط واحد مهم جدا، لازم تصدرهم وتجيبوا عملة صعبة، لازم تنافسوا في السوق العالمي. لو الشركة فشلت في التصدير، الدعم بيتقطع. الفكرة العبقرية هنا إن الحكومة ما كانتش بتحمي الشركات من المنافسة الخارجية، كانت بتحميهم بشكل مؤقت عشان يقدروا يبنوا قوتهم، لكن بعدين كانت بترميهم في المنافسة العالمية عشان تتأكد فعلا إنهم كفء. الشركة اللي تفشل في التصدير بتفقد الدعم، ودي كانت رسالة واضحة: احنا مش بنديكم فلوس عشان تكسلوا وتبيعوا في السوق المحلي بس، احنا بنديكم فلوس عشان تنافسوا مع اليابان وأمريكا وألمانيا. وفي تفصيلة مهمة جدا عن الانضباط في السياسة النقدية وسعر الصرف لازم نقولها. الحكومات دي على عكس كتير من الدول النامية في نفس الفترة رفضت فكرة طباعة الفلوس عشان تغطي العجز بتاعها بشكل عشوائي. التضخم يا صديقي كانوا بيتحكموا فيه بصرامة شديدة، وسعر الصرف كان بيتحدد بطريقة تخلي الصادرات تنافسية في السوق العالمي، ومن غير ما يوصل الوضع لانهيار العملة زي ما حصل في دول كتير في أمريكا اللاتينية في نفس الفترة. الانضباط ده كان مهم لسبب بسيط: المستثمر الأجنبي أو المحلي قبل ما يحط فلوسه في مصنع هيقعد سنين عشان يرجع راس ماله، فلازم يكون واثق إن العملة اللي هيكسب بيها مش هتفقد قيمتها بعد كام سنة بسبب التضخم. الثقة في استقرار العملة كانت جزء أساسي من نفس منظومة المصداقية طويلة المدى اللي اتكلمنا عنها من شوية. والدول اللي فشلت في ضبط التضخم وسعر الصرف زي الأرجنتين والبرازيل في فترات معينة طردت الاستثمار بدل ما تجذبه، حتى لو كانت باقي سياستها الصناعية كويسة جدا. يعني المعادلة وضحت يا صديقي، واللغز بدأ يتحل. كوريا، هونج كونج، تايوان، الأندلس وبغداد كلهم لعبوا على نفس الوتر: الاستثمار في الجهاز العصبي للدولة اللي هو الإنسان المتعلم صح في بيئة ما فيهاش فساد هيخترع لك اقتصاد من الهوا، هيحول لك الرمل لسيليكون والسيليكون لرقائق إلكترونية تتباع بمليارات. بس هنا بقى يا صديقي بيظهر سؤال خبيث شوية: هو احنا ليه دايما بنحس ان الكلام ده سهل على الورق بس صعب يتنفذ في الواقع؟ ايه اللي بيمنع دول كتير انها تطبق الروجيتا السحرية دي؟ وازاي النمور الآسيوية قدروا يواجهوا الأزمات الطاحنة اللي كانت كفيلة تمسحهم من على الخريطة؟ ده اللي هنعرفه لما ندخل في العمق دلوقتي. تفتكر يا صديقي ان طريق الصعود ده كان مفروش بالورد؟ يعني النمور الاسيويه دول صحيوا من النوم قرروا يبقوا اغنياء فبقوا اغنياء وخلاص؟ شركه بوسكو للحديد والصلب في كوريا الجنوبيه في اواخر الستينيات البنك الدولي نفسه رفض يمول مشروع انشاء مصنع صلب ضخم في كوريا، وقال ان المشروع غير مجدي اقتصاديا لدوله فقيره زي كوريا في وقتها. ولكن الحكومه الكوريه قررت تكمل وضخت فيه تمويل حكومي مباشر، وحطت على راس المشروع مهندس عسكري اسمه بارك جون، وقالت له بصراحه لو المشروع ده فشل ارمي نفسك في البحر. كلام قاسي قوي لكنه بيعكس مستوى الجدية اللي كانت مطلوبة. المصنع ده اتبنى فعلا وبقى بعدين واحد من أكبر وأكفأ شركات الصلب في العالم، ودخل في صناعة السفن والسيارات الكورية، وبعد كده كمواد خام رخيصة وعالية الجودة. النقطة هنا إن الحكومة ما كانتش بتنتظر السوق يقرر، كانت بتاخد قرار استراتيجي وتتحمل المخاطرة، لكن بشرط إن الشركة تتحول بعد كده لمنافس عالمي حقيقي، مش تفضل تاكل من جيب الضرايب للأبد. ولو قارنا ده بنموذج تاني منتشر جدا في دول العالم النامي وقتها، كان بيعتمد على إن الدولة بتحمي صناعاتها المحلية عن طريق التعريفات الجمركية العالية جدا.
بحيث الشركة المحلية تقدر تبيع في السوق الداخلي من غير أي منافسة خارجية. النموذج ده بنته دول كتير في أمريكا اللاتينية زي الأرجنتين والبرازيل. المشكلة في النموذج ده إنه بيخلق شركات متعودة على الحماية، بتطلع منتجات رديئة الجودة غالية السعر ومش قادرة تنافس عالميا. طب ليه؟ لأنها أصلا ما عندهاش أي حافز إنها تتطور، وهي اللي تتطور وهي ضامنة إن محدش هيدخل يزاحمها في السوق بتاعها. لكن النمور الآسيوية عملت العكس تماما، بنت الصناعة بتاعتها وهدفها التصدير من اليوم الأول. يعني السوق المستهدف مش هو السوق الداخلي بس، لا، السوق المستهدف هو العالم كله. واي حد دارس ابجديات اقتصاد هيقول لك ان المنحنى عمره ما بيفضل طالع لفوق على طول، لازم هتيجي لحظه وكل حاجه تتهد على دماغك. والعبره هنا يا صديقي مش في الضربه اللي هتاخدها، العبره هتقف على رجلك تاني ازاي. في سنه 1967 حصل زلزال اقتصادي حرفيا، الازمه الماليه الاسيويه. المستثمرين الاجانب فجاه سحبوا فلوسهم من اسيا زي الفار المرعوب. العملات المحليه انهارت، البورصات ولعت، شركات ضخمه اعلنت افلاسها، وملايين العمال لقوا نفسهم في الشارع ما بين يوم وليله. كوريا الجنوبية اللي كانت فخورة بصناعتها وتطورها لقت نفسها على حافة الإفلاس. مفيش دولار واحد في البنك المركزي عشان يستوردوا بيه أكل أو طاقة. وهنا يا صديقي كوريا الجنوبية اضطرت تعمل أسوأ حاجة ممكن دولة تعملها، راحت تخبط على باب صندوق النقد الدولي وتطلب قروض طوارئ. الصندوق وافق، بس كالعادة فرض شروط قاسية جدا: تسريح عمال، تقليل الإنفاق الحكومي، ورفع الفوائد. الشعب الكوري حس بمهانة وطنية، حسوا إنه بلدهم بتضيع وبتتباع للخواجة. تفتكروا في اللحظة دي المواطن الكوري عمل إيه؟ في أوائل سنة 98 حصلت معجزة اقتصادية واجتماعية ملهاش تفسير في أي كتاب اقتصادي كلاسيكي، معجزة اسمها حملة جمع الذهب. محطات التلفزيون الكورية عملت نداء للشعب: بلدنا بتفلس ومحتاجين ذهب عشان نسدد ديوننا بالدولار. النتيجة: أكتر من 3.5 مليون مواطن كوري نزلوا وقفوا في طوابير في الشارع. بس دي مش طوابير عيش ولا سكر، دي طوابير عشان يتبرعوا بممتلكاتهم الشخصية للدولة. ستات قلعوا دبل جوازهم وادوها للحكومة، رياضيين اتبرعوا بميدالياتهم الذهب، الكل كبير وصغير كان بيساهم. وفي خلال شهور قليلة الشعب جمع حوالي 227 طن من الذهب وباعته بره وجابت دولارات سددت بيها جزء كبير من ديونها لصندوق النقد الدولي، وخرجت كوريا من الأزمة أقوى من الأول. لكن أقف هنا يا صديقي واسأل نفسك السؤال الأهم في الحلقة دي كلها: إيه اللي يخلي مواطن يقلع دبلة جوازه ويديها لحكومته وهو راضي؟ الإجابة نرجع بيها للكلمة السحرية اللي قلناها في أول الحلقة: الثقة. المواطن الكوري كان واثق إن الحكومة دي مش هتسرق الذهب تحطه في حساباتها في سويسرا، هو واثق إن البلد دي بتاعته، الحكومة استثمرت فيه قبل كده، فجه الدور إنه يرد الجميل وينقذ نظامه الاقتصادي. معادلة هات وخد في أبهى صورها. عشان نفهم العظمة دي وإزاي الثقة هي اللي بتنقذ الدول وقت الأزمات، هنستأذن الأندلس ونطلع بره حدودها شوية. هنروح لعام الرمادة سنة 18 هجرية. دي كانت أزمة اقتصادية ومناخية طحنة ضربت شبه الجزيرة العربية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. جفاف مرعب، مفيش مطر، الأرض بقى لونها أسود زي الرماد، عشان كده سموه عام الرمادة. الزرع مات والحيوانات هلكت والناس بدأت تموت من الجوع. مجاعة بكل ما تحمله الكلمة من رعب. اقتصاديا الدولة الإسلامية كانت بتواجه انهيار في المخزون الاستراتيجي للغذاء. إيه اللي يخلي الناس ما تعملش ثورة وما تاكلش بعضها في الشوارع؟ إزاي الدولة دي عدت من الكارثة دي؟ السر كان في إدارة الأزمة والمشاركة في المعاناة. عمر بن الخطاب اللي كان حاكم إمبراطورية بتمتد من فارس للشام لمصر حرم على نفسه أكل اللحمة والسمن، بقى بياكل عيش وزيت لحد ما لونه اتغير. ولما بطنه كانت بتطلع صوت من الجوع كان بيقول جملته الشهيرة: قرقري أو لا تقرقري، والله لا تذوق اللحم حتى يشبع منه أطفال المسلمين. الشفافية دي خلت المواطن البسيط اللي مش لاقي ياكل يبص لفوق يلاقي الحاكم بتاعه أفقر منه وجعان زيه. الثقة اتولدت في اللحظة دي. الناس التزمت بكل قرارات التقشف الصارمة اللي حطها عمر، التزموا بالحصص التموينية القليلة، محدش احتكر سلعة ومحدش سرق جاره لأنهم عارفين إن الإدارة نظيفة والكل في مركب واحد. وفي نفس الوقت عمر بدأ يبعت لولاته في مصر والشام يقول لهم أغيثونا. ولما جت القوافل محملة بالأكل أشرف بنفسه على توزيعها بالعدل. الأزمة عدت لأن الراس ما كانتش مفصولة عن الجسم. الركود الاقتصادي اللي حصل سنة 97 ومجاعة عام الرمادة سنة 18 هجرية، الأزمتين مختلفين تماما في الزمان والمكان ونوع الكارثة، لكن طريقة النجاة كانت واحدة. لما بتحصل أزمة طحنة الفلوس ما بتنقذش الدول، اللي بينقذ الدول هو العقد الاجتماعي بين الإدارة والشعب. لو المواطن حاسس بالظلم أو إن في فساد ومحسوبية، أول ما هتحصل أزمة هيقول لك يا فكيك ويهرب. لكن لو المواطن واثق إن النظام عادل وشفاف وبيشاركوا المعاناة بجد مش مجرد كلام في التلفزيون، المواطن نفسه هو اللي هيدفع من جيبه وهيستحمل الجوع وهيوافق على تخفيض مرتبه عشان يبني بلده من تاني.
وهنا بقى يجي دورنا احنا بعد ما لفينا اللفة دي كلها وشفنا الأندلس وسنغافورة وهونج كونج وبغداد وكوريا. إيه هي الروجيتا السحرية؟ إزاي الدول تقدر تطبق الكلام ده على أرض الواقع وتعمل طفرة اقتصادية تخلينا من الكبار؟ لكن قبل ما نجاوب في سؤال مهم، هل القمع السياسي كان شرط ضروري للطفرة الاقتصادية؟ يعني هل الاستبداد هو السر؟ لازم تبقى عارف إن كوريا الجنوبية كانت تحت حكم عسكري لفترة طويلة، وتايوان كانت تحت الأحكام العرفية لعقود، وسنغافورة كانت عمليا شغالة بنظام الحزب الواحد المسيطر لعقود طويلة برئاسة لي كوان يو. وهونج كونج كانت مستعمرة بريطانية، الحكم فيها ما كانش ديمقراطي أصلا، كانت إدارة استعمارية. الإجابة القاطعة لأ. لكن اللي حصل معاهم أو السر الاقتصادي ما كانش في القمع نفسه على قد ما كان في الاستقرار طويل المدى للسياسات. لما يكون عندك حكومة مستقرة لعقدين أو ثلاثة بتقدر تاخد قرارات اقتصادية بعيدة المدى وتلتزم بيها من غير ما كل انتخابات جديدة تقلب الاستراتيجية. المشكلة إن في كتير من الأنظمة الاستبدادية في أمريكا اللاتينية في نفس الفترة ما حققتش أي تقدم اقتصادي، بل العكس، كتير منها كانت من أسوأ اقتصادات العالم. يعني الاستبداد لوحده مش وصفة نجاح، وأغلب الديكتاتوريات في التاريخ كانت اقتصاديا فاشلة وبعضها كارثي. الفرق هناك إن النخبة الحاكمة في النمور الآسيوية لأسباب تاريخية وثقافية معقدة كانت بتركز بشكل شبه هوسي على الشرعية عن طريق الإنجاز الاقتصادي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الحاكم كان عارف إن شرعيته مش جاية من صندوق انتخابات، فلازم تيجي من إثبات إنه بيحسن حياة الناس فعلا وبسرعة. وده خلق حافز مختلف تماما عن ديكتاتور بيحكم بالقوة بس ومش مهتم أصلا يثبت حاجة لحد. وكمان مهم نقول إن التجربة دي ما كملتش بنفس الشكل. كوريا الجنوبية وتايوان بعد ما حققوا الطفرة الاقتصادية اتحولوا تدريجيا لديمقراطيات كاملة في الثمانينات والتسعينيات، ولسه محتفظين بنفس القوة الاقتصادية. يعني النمو الاقتصادي هو اللي مهد الطريق للتحول الديمقراطي مش العكس. نرجع تاني لكلامنا عن الحلول. بص يا صديقي، الحلول مش اختراع ذرة ولا هي طلاسم سحرية. الروجيتا واضحة ومكتوبة، ولما النمور الآسيوية حبوا ينهضم هم مجرد نفذوا الروجيتا. الروجيتا دي عبارة عن 3 خطوات، لو أي دولة عملتهم هتكسر شفرة الفقر وتقدر تنافس الكبار. الخطوة الأولى يا صديقي هي العدالة وفرم الفساد، مش مجرد تقليله، لا فرمه. تعال نضرب مثال صادم. في بداية السبعينيات هونج كونج كانت بؤرة فساد مؤسسي. متخيل انك لو اتصلت بالاسعاف لواحد بيموت المسعف ما كانش بيرضى يشيله من غير ما تديله فلوس الشاي، رشوه يعني. المطافي ما كانتش بتطفي حريقه غير لما صاحب المصيبه يدفع المعلوم. لحد ما في سنه 74 الحكومه جابت اخرها وقررت تعمل حاجه اسمها المفوضيه المستقله لمكافحه الفساد. المفوضيه دي كانت فوق الكل، زي ما قلنا ملهاش كبير، مسكت قيادات الشرطه الفاسدين وحاكمتهم علنا، وحولت الفساد من شطاره وتفتيح دماغ لجريمه وعار بتودي ورا الشمس. في كام سنة هونج كونج بقت من أنظف دول العالم، والمستثمرين بقوا بيتخانقوا عشان يحطوا فلوسهم هناك. والكلام ده العالم الإسلامي كان فاهمه من زمان. في عالم اقتصاد واجتماع عبقري اسمه ابن خلدون حط قاعدة من ذهب بتقول الظلم مؤذن بخراب العمران. بمعنى أصح، الفساد والضرائب العشوائية والمحسوبية بيخلوا الناس تفقد الرغبة في الشغل. الفلاح هيزرع عليه وهو عارف إن محصوله هيتسرق أو هيتاخد منه ضريبة تقسم وسطه. عشان كده لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة اللي كانت ممتدة لغاية الأندلس وقتها، أول قرار اقتصادي خده هو إلغاء كل الضرائب المجحفة اللي هي المكوس اللي كان الولاة بيفرضوها، ورد المظالم لأهلها، وعزل أي والي فاسد. تفتكر إيه اللي حصل لخزانة الدولة؟ هل فضيت وبقت على الأرض؟ بالعكس، الخزنة اتملت بالفلوس. طب ليه؟ لأن الناس لما حست بالعدل والأمان اشتغلوا أكتر وزرعوا أكتر وتاجروا أكتر. الإنتاج اتضاعف والضرائب العادلة زادت لدرجة إنهم ما كانوش لاقيين فقير ياخد فلوس الزكاة. العدل مش مجرد قيمة أخلاقية، العدل هو أقوى محرك اقتصادي في التاريخ كله. الخطوة التانية التعليم، بس مش أي تعليم. إحنا مش عاوزين شهادات نعلقها في الصالون أو نبهى بيها والمحصلة بتاعتها صفر. إحنا عايزين تعليم بيحل مشاكل. دراسة ضخمة جدا اتعملت في جامعة ستانفورد بقيادة عالم الاقتصاد إريك جابت الخلاصة. الدراسة دي قاست النمو الاقتصادي ل50 دولة على مدار 40 سنة. عارف اكتشفوا ايه يا صديقي؟ اكتشفوا ان عدد سنين الدراسة ملوش اي قيمة اقتصادية تذكر. الكارثة مش انك تقعد في المدرسة 15 20 سنة، المهم اتعلمت ايه. الدراسة اثبتت ان تحسين جودة التعليم خصوصا في الرياضيات والعلوم وحل المشكلات بنسبة 10% بس بيزود النمو الاقتصادي للدولة كلها بنسبة 2% سنويا بشكل تراكمي. في سنغافورة بقى فهموا اللعبة. المدرس ده مش موظف بيقبض ملاليم، المدرس بيتم اختياره من أفضل 5% من خريجي الجامعات. مهنة التدريس دي من أعلى المهن في المرتب والمكانة. ولما بيعلموا الطالب ما بيحفظوهوش كلمتين يكتبهم في ورقة الامتحان وينساهم، بيعلموه ازاي يفكر وازاي يحل مشكلة معقدة في الواقع. التعليم عندهم مربوط باحتياجات سوق العمل.
ولو رجعنا لأمجاد الحضارة الإسلامية هنلاقي إن التعليم ما كانش مقتصر على الشعر والأدب. التعليم عندهم كان تطبيقي، كان بيخلق قيمة مضافة للمجتمع. وده اللي خرج لنا ابن سينا في الطب، الإدريسي في الجغرافيا، الخوارزمي في الرياضيات، اللي أسس اللوغاريتمات اللي مبني عليها كل تكنولوجيا الكمبيوتر والموبايل اللي في إيدك دلوقتي. التعليم كان أداة إنتاج المعرفة اللي بتجيب فلوس وقوة، مش مجرد حبر على الورق. الخطوة الثالثة يا صديقي الصناعة والقيمة المضافة. جامعة هارفارد عملت مؤشر عبقري اسمه مؤشر التعقيد الاقتصادي. المؤشر ده بيثبت بالمعادلات الرياضية إن الدول اللي بتصدر مواد خام زي البترول، القطن، الرمل هتفضل دول نامية. أما الدول اللي بتصنع منتجات معقدة ومفيش حد غيرها يعرف يعملها هي الدول اللي بتركب العالم. تايوان مثلا مساحتها قد النملة، لو كانوا فضلوا يزرعوا ويبيعوا رز كانوا هيفضلوا دولة على قد حالها، لكنهم فكروا بذكاء. إيه اللي العالم هيحتاجه السنين الجاية؟ الإجابة كانت التكنولوجيا. ركزوا مجهودهم في صناعة أشباه الموصلات، الميكروشيبس. النهاردة شركة TSMC التايوانية لوحدها بتصنع أكتر من 60% من رقائق العالم، وكنا عملنا حلقة كاملة عنها ممكن تشوفها من الآي اللي فوق. من غير تايوان ولا موبايلك ولا عربيتك ولا طيارات أمريكا نفسها هتقدر تشتغل. بقوا بيتحكموا في عصب الاقتصاد العالمي، مش بأنهم بيصدروا رمل مواد خام، لا، إنهم حطوا عقولهم جوه الرمل ده وحولوا السيليكون، وحولوا السيليكون لرقائق ذكية. نفس العقلية دي كانت موجودة في فترات ازدهارنا. الأندلس ما كانتش بتصدر الصوف الخام وتسكت، كانت بتاخد الصوف وتصبغه بألوان عبقرية مبتكرة، وبعدين تنسجه وتبيعه كمنسوجات فاخرة لأوروبا بأضعاف أضعاف سعره. وكانوا بيصنعوا الورق والإزاز والأدوية. في النهاية يا صديقي أنا عارف إن المقارنة بين التاريخ العظيم وبين تجارب النمور الآسيوية وبين أي واقع صعب بتعيشه ممكن تخلق جواك حالة من الإحباط. ممكن تحس إن الفجوة كبيرة قوي وإن القطر فاتنا خلاص. بس لو طلعت بمعلومة واحدة من الحلقة دي أرجوك خليها المعلومة دي: النمور الآسيوية من 60 سنة بس كانوا أفقر مننا وأجهل مننا وأكتر فساد مننا وأكتر انقسام مننا. النجاح مش جينات، والتقدم مش حجر على الخواجة ولا مكتوب باسم حد. الروجيتا موجودة، وإحنا نفسنا اللي كتبنا حروفها الأولى في الأندلس وبغداد والقاهرة في عصورنا الذهبية. الأمل موجود. الأمل مش مجرد أمنية بنتسلى بيها بالليل. الأمل الحقيقي هو مشروع عمل. الأمل الحقيقي هو إننا نرجع نقدس التعليم بجد، التعليم اللي بيخلق لنا عقول بتوزن ذهب. الأمل هو إننا نحارب الفساد في أصغر تفاصيل حياتنا، لأن الفساد هو السوس اللي بينخر في عظم أي اقتصاد. الأمل هو إن كل واحد فينا يستوعب إن بلده تستحق تبقى في مكانة تانية، وإن التغيير يبدأ لما الثقة ترجع بين الفرد والمجتمع بتاعه. الشفرة اتفككت قدامنا، فاضل بس إننا نقرر إمتى هنبدأ نكتب السطر الأول في قصة النمور الجديدة. لكن السؤال اللي هسيبه لك أنت ومش هجاوب عليه: لو افترضنا إن كل الشروط دي أو معظمها اتحققت في بلد تاني مختلف تماما في التاريخ والثقافة والجغرافيا السياسية عن شرق آسيا، هل التجربة دي كانت هتنجح بنفس النجاح؟ مستني إجاباتكم اللي بتكمل الصورة في التعليقات وهتابعها بنفسي، لأن مؤمن إن النقاش هو اللي بيصنع الوعي. شكرا إنك كملت معايا الرحلة دي للآخر، ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان احكوا لأصحابكم وحبايبكم عننا يمكن يستفيدوا. واشوفكم على خير في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.